نتحدث اليوم عن الصحابية الجليلة سمية بنت الخياط، وهي أول شهيدة في الإسلام. هي كانت أمة عند أبي حذيفة بن المغيرة، وهو زوجها لياسر فأنجبت له عمار بن ياسر. سمية بنت الخياط كانت من أوائل الذين أظهروا إسلامهم بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وصهيب وبلال وخباب رضي الله عنهم جميعا، وهم آل ياسر جميعهم أظهروا إسلامهم من بداية الدعوة. سمية بنت الخياط وابنها عمار وزوجها ياسر، وكانوا يعذبوا بكل أنواع العذاب حتى يعودوا عن دينهم ويرجعوا للشرك، ولكن سمية بنت الخياط وزوجها وابنها كانوا ثابتين بنور الإيمان وتحملوا كل أنواع العذاب وعذبوا وأوذوا، ولكنهم تحملوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم فيجدهم يعذبون بكل أنواع العذاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فعذب ابنها عمار حتى اضطر إلى أن هاجر إلى المدينة، وشهد معركة بدر ومعركة أحد وغيرها من المعارك. وسمية بنت الخياط أوذيت في سبيل الله وكانت كبيرة في السن، ولكنها تحملت الأذى ورفضت أن ترجع عن دينها، رفضت أن ترجع إلى الشرك، فعذبها أبي جهل. وأبي جهل هو من قتل سمية بنت الخياط رضي الله عنها، وهو أبي جهل اسمه عمرو بن هشام بن المغيرة وكنيته بأبي الحكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أسماه أبي جهل لأنه طعن وقاتل سمية بنت الخياط، لأنه قتل عجوز ضعيفة فقط لأنها تمسكت بدينها ورفضت أن ترجع وتعود إلى الشرك، فقتلها بحربة حتى ماتت، فأسماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل، وقتل أبي جهل في معركة بدر. وسمية بنت الخياط رضي الله عنها وأرضاها هي كانت أول شهيدة في الإسلام وماتت في مكة، جمعنا الله وإياها في الجنة.